ما كانش فيه وقت قدامهم للشرح، لان مخلوقة شريرة كانت بتمسح اي حاجة في طريقها عشان توصل لسلاح قادر يدمر الكون كله. فنصلي على النبي الاول ويلا بينا نشوف عظمة النهاردة. بيبدأ فيلمنا بعد 5 سنين من الجزء الاول مع العميل جاي من وكالة البدل السوداء السرية، وبيكون جاي مكلف هو وزميله الجديد اللي اسمه زيدر بالقبض على كائن فضائي اسمه جيفري. لكننا بنلاحظ ان جاي بيلعن اليوم اللي قابله فيه لانه مش فاهم اي حاجة، وساعتها بيحاول زيدر انه يعاقب الفضائي اللي شكله اساسا جميل خالص. لكن فجأة بيتحول الفضائي ده لدودة ضخمة جدا وبيعمل معاه جلاشة، وطبعا جاي كان فرحان فيه قوي لانه اساسا مش طايقه. بس اول ما الفضائي بيطيره في الشارع بيتعصب جدا وبيقرر انه يعاقبه، وفعلا بينط عليه عشان يحقنه بالمادة المخدرة. لكن الاشارات بتلطش في وشه اكتر من مرة، وبعد مرار طافح بيقدر جاي انه يركب المادة المخدرة في الحقنة. لكن قبل ما يحقنوا بيها بيطيروا جيفري لحد ما بيدخل بدماغه في قطر قدامهم. فبيقوم جاي بسرعة وبيعرف الركاب اللي بيحصل عشان ينفذوا اللي هيقول لهم عليه. لكن السواق بيقول له انه ما بياخدش اوامره من حد لانه مدير نفسه. فبيضحك جاي وبيقول له تعالى يا عم المدير شوف الهنا اللي احنا فيه. وطبعا اول ما بيشوف الفضائي بيعملها على نفسه من الخوف وبيجري يزود سرعة القطر. لكن جيفري وقتها كان قرب ياكل القطر باللي فيه، وعشان كده بيهدده جي بالمسدس المتطور بتاعه انه هيقتله. فبيخاف جيفري جدا وبيقفل بقه بسرعة وبينام ننا. وبيقدر وقتها جي انه ينقذ الركاب اللي كانوا هيبقوا وليمة شهية لجيفري. وساعتها بيطلع جي جهاز محو الذاكرة وبيشغله عليهم كلهم. وطبعا لو اتفرجت على الجزء الاول هتعرف هو ليه بيعمل كده بعد كل مهمة. نسيبه بقى شوية ونرجع فلاش باك لسنة 1978 مع عالم الفلك اللي اسمه بيتر. وبيتكلم بيتر عن أهمية وكالة البدل السوداء السرية اللي تم إنشائها سنة 1950، وبيعرف المشاهدين إن دورهم هو حماية البشرية من الكائنات الفضائية الشريرة. وبيحكي بيتر عن كوكب اسمه زاران والأميرة بتاعته، وبيقول إن الكوكب ده بيمتلك قوة كونية أطلقوا عليها اسم النور. بس الأميرة في يوم من الأيام هربت بالقوة دي من الكوكب بتاعها. وبنعرف إن مخلوقة شريرة اسمها سيرلينا عاوزة تسرق منها قوة النور عشان تدمر الكون كله. وعشان كده الأميرة قررت تنزل لكوكب الأرض ومعاها قوة النور، وبتطلب من عملاء البدل السوداء إنهم يحموها بأي طريقة من القوة الشريرة. لكن العملاء رفضوا لأنهم مش عاوزين يعرضوا حياة البشرية للخطر. بس أثناء التفاوض بينهم بتظهر سيرلينا عشان تسرق قوة النور منهم. وساعتها العملاء قرروا يدافعوا عن الكوكب بتاعهم وقدروا يتصدوا ليها. فبتستغل الأميرة الفرصة وبتهرب بقوة النور عشان تخبيها في كوكب تاني. بس وقتها سيرلينا أعلنت الحرب على أي كوكب يقف في طريق حصولها على قوة النور. وبيعرفنا بيتر إن الأميرة وقوة النور اختفوا من وقتها ومحدش عارف مكانهم. وبعدها بنرجع من الفلاش باك على نيزك وهو بيتصدم بكوكب الأرض. وبيبدأ النيزك ده إنه يتشكل على هيئة سفينة متطورة وبينزل منه حشرة صغيرة. والحشرة دي اللي بنعرف إنها سيرلينا بتروح تألف في مجلة مرمية قدامها، وساعتها بتبدأ تغير هيئتها على شكل المزة اللي موجودة في المجلة. لكن فجأة بيهجم عليها حرامي وبيخطفها لأنها عجبته وعاوزها في كلمتين. بس بعد ثواني بتظهر المزة دي وكرشها مدلدل مترين قدام، وباين كده يا صديقي إنها بقت حامل منه أو أكلته أيهما أقرب. المهم إن بعدها بتتحرك من المكان لأنها لسه بتدور على قوة النور. وفي الوقت ده كان جاي خارج من النفق ورايح يقعد لوحده شوية، لكن زيدر بيجي يقعد جنبه وبيعتذر له على اللي عمله معاه. بس جاي ما كانش مهتم قوي لأنه أساسا مش طايقه. وبنلاحظ إنه مفتقد زميله القديم كيلوي اللي اعتزل من الوكالة في الجزء الأول. وفي ناحية تانية بنقابل كائن فضائي اسمه سكارد وهو متخفي في هيئة بشري. وساعتها بيتفاجئ بسيرلينا قدامه بتسأله عن مكان قوة النور. فبيقول لها سكارد إنه عارف مكانها وهيقول لها عليه في مقابل 50 مليون دولار. وطبعا سيرلينا بتتعصب جدا وبتبدأ تلعب له في ودانه ومناخيره عشان يعترف لها على مكانه. فبيقول لها سكارد إنه هياخدها لشخص اسمه بين هو اللي هيقدر يوصلها لقوة النور. وفي الوقت ده كان جي وزيدر قاعدين سوا بيتعشوا في مطعم. بس جي كان عنده فضول يعرف السبب اللي خلى زيدر ينضم ليهم في الوكالة. فبيعيط زيدر وبيقول له إنه قعد 6 سنين يخدم في البحرية وكان نفسه يترقى، وعشان كده قدم في الوكالة وما كانش مصدق أساسا إنه هيتقبل. فبيتعصب جي وبيفهمه إن شغله في الوكالة مسؤولية كبيرة جدا على جحش زيه. وبيقرر وقتها إنه يطلع جهاز محو الذاكرة عشان يعمل معاه جلاشة. وفعلا بيمحي ذاكرته وبيطلب منه يروح يتجوز ويخلف عيال كتيرة جدا. وقبل ما يمشي
بيمشي بيجيب له كمان العروسة عشان يبعد عن حياته نهائيا. وفي الوقت ده بنقابل بين وهو في المطعم بتاعه مع شيف البيتزا اللي اسمها لورا، وبيكون عامل لها صورة تذكارية ليها لأنها شاطرة جدا في عمل البيتزا، فبتشكره لورا وبتروح تجيب خامات من المخزن عشان تكمل شغلها. لكن أول ما بترجع بتلاقي سيرلينا رافعة بين من على الأرض بإيد واحدة، فبتتصدم جدا وبتحاول تتصل بالشرطة، لكن الباب الخلفي بيتفتح فجأة، وطبعا سيرلينا بتسمع الصوت وبتؤمر سكارد إنه يروح يشوف مين اللي عمل كده. فبتخاف لورا جدا وبتستخبى بسرعة قبل ما سكارد يشوفها. وساعتها سيرلينا بتسأل بين على مكان قوة النور، فبينكر بين في البداية، بس لما بتتعصب عليه بيبدأ إنه يتكلم وبيقول لها إن قوة النور موجودة فعلا على كوكب الأرض لكنه مش هيعرفها مكانها. فبتتعصب سيرلينا وبتديله ضربة بتقسمه نصين وبعدها بتمشي من المطعم. وطبعا لورا كانت شايفة كل ده وخايفة جدا لا يقتلوها زيه. وفي الوقت ده كان جاي رايح الوكالة عشان يقابل رئيسه دينر، لكن قبلها بيهزق كل العملاء لأنهم مستهترين ومش شايفين شغلهم كويس. ولما بيقابل دينر بيتهزق منه لأنه يوميا بيغير 2-3 من اللي بيشتغلوا معاه، وبيعرفوا دينر إنه لازم يوصل لحل لأنه كده هيخلص على كل العملاء اللي عنده. فبيضحك جاي وبيفهمه إن كلهم أغبياء وآخرهم زيدر اللي كان بيعيط في المطعم، وبيعرفه إنه مبسوط جدا وهو لوحده، والدليل إنه أنقذ 85 شخص امبارح كان هياكلهم جيفري. وفي الوقت ده بيدخل عليهم الكلب اللي اسمه فرانك وبيسلم تقرير اليوم لرئيسه دينر. ولما بيلاقيهم بيتخانقوا هما الاتنين بيقرر فرانك إنه ينضم لجاي في مهمته اللي جاية. وطبعا دينر بيفرح جدا وبيقول لجاي مبروك عليك الإعدام. وبعدها بنشوف فرانك وهو لابس البدلة بتاعته ومتحمس جدا لأول مهمة ليه، بس جاي ما بيكونش طايق نفسه لأنه على آخر الزمن هيعتمد على كلب في مهمته. وفي الطريق بيكلمهم دينر وبيبلغهم بالجريمة اللي حصلت في مطعم بن، وبيطلب من جاي إنه يروح بسرعة لهناك ويبدأ تحقيق اللي حصل. فبيتحركوا هما الاتنين على هناك فورا، وأول ما بيوصلوا بيلاقوا بن مقسوم نصين قدامهم، وبيعرفوا من أفراد الشرطة اللي هناك إن لورا هي الشاهدة الوحيدة على الجريمة. وساعتها بيروح جاي يعرفها بنفسه وبيسألها عن اللي هي شافته، فبتحكي له كل اللي حصل وهي حزينة جدا على موت بن مديرها. لكن جاي بيصدمها لما بيعرفها إن مديرها أساسا يبقى كائن فضائي مش بشري، وبيوعدها إنه هيحقق في الجريمة بنفسه لحد ما يعرف مين اللي قتله. فبتشكره لورا وهي حزينة لأن بن كان زي أبوها ودلوقتي بقت لوحدها. وساعتها جاي بيطلع جهاز مسح الذاكرة عشان ينسيها اللي حصل كله، بس هي بتستغرب لأنها فاكرة إنه هيقتلها بالجهاز ده، لكن جاي بيفهمها إنه هينسيها الحزن اللي هي عاشته مش أكتر. فبتقول له لورا إنها مبسوطة جدا دلوقتي لأنها قاعدة معاه. وطبعا جاي عينيه بتطلع ألوف فجأة وباين كده إنه بدأ يحبها، وبيقرر كمان إنه ما يمسحش ذاكرتها عشان يقابلها تاني وتفتكره. ولما بيرجع لفرانك بيسأله لو اعترف لها بحبه ولا لسه، فبيقول له جاي إنها مجرد شاهدة على جريمة ومفيش أي حاجة بينهم. لكن فرانك بيضحك وبيقول له إن هو شخصيا ككلب انجذب ليها جدا. فبيتعصب جاي وبيطلب منه يسكت خالص بدل ما يرميه بره العربية. وبيتحركوا هما الاتنين على مكان السفينة اللي سيرلينا وصلت بيها. وأول ما بيوصلوا هناك بيتفاجئ جاي إن السفينة صغيرة جدا، وبيتصل وقتها برئيسه دينر وبيبدأ ينقل له مواصفات السفينة. فبيتصدم دينر لما بيتأكد إن السفينة دي تبقى خاصة بسيرلينا، وبيعرف جاي إنها في خلال سنة واحدة دمرت 10 كواكب بالكامل. وطبعا جاي بيتفاجئ وبيسأله هي جاية تنيل إيه هنا وهيتصدوا ليها إزاي. فبيقول له دينر إنها هجمت الأرض من 25 سنة والعميل كيلوي هو الوحيد اللي قدر يسيطر عليها، وعشان كده بيطلب منه يروح يقابله ويرجعه للوكالة بسرعة. لكن هما الاتنين وقتها بيفتكروا إنهم مسحوا ذاكرته آخر مرة ودي مشكلة كبيرة جدا. فبيطلب منه دينر إنه يتصرف وبيعرفه المكان اللي هو شغال فيه. والمفاجأة إن جاي بيكون فرحان جدا إنه هيقابل كيلوي مرة تانية، وعشان كده بيطمن رئيسه إنه هيرجع بيه للوكالة بأي طريقة وبأي تمن. وفعلا تاني يوم بياخد فرانك وبيروح لكلوي الشغل بتاعه، وأول ما بيشوفه بيبدأ يتكلم معاه وبيحاول يفكره إنه كان عميل سري. بس كلوي وقتها بيوصف له مكان مستشفى المجانين عشان يروح يتعالج فيها. فبيضحك جاي وبيقول له إنه مش مجنون وبيحكي له على المهمات اللي عملوها سوا، لكن برضه كلوي مش بيصدق ولا كلمة منه وبيطرده بره المكان. وساعتها بقى جاي بيطلب من الموظفين إنهم يكشفوا هويتهم الحقيقية، وبيتفاجئ كلوي لما بيلاقي كل زمايله عبارة عن كائنات فضائية. وجاي وقتها بيضحك وبيسأله لو اقتنع بكلامه دلوقتي ولا لسه. فبيتصدم كلوي من اللي هو شايفه وبيجري على عربيته عشان يهرب بسرعة، لكن جاي بيروح يفهمه إنه قضى عمره كله في محاربة الكائنات
الكائنات الفضائية، وبيعرض عليه انه يروح معاه للوكالة عشان يفهم كل حاجة بالتفصيل. فبيضربوا كلوي بالقلم على وشه لانه لسه مش مصدقه، لكنه بيقرر انه يروح معاه للوكالة عشان يفهم هو عاوز منه ايه. واول ما بيوصلوا هناك بيتصدم كلوي جدا لما بيلاقي كل الموظفين عارفينه وبيرحبوا بيه، وطبعا هو ما بيكونش فاهم اي حاجة خصوصا بشورت التنس اللي هو لابسه. ولما بيقابله دينر بيفرح جدا من جي انه قدر يقنعه ويرجعه للوكالة، وعلى طول بياخده جي يسلمه البدلة السوداء بتاعته. والمفاجأة انه بيديله السلاح الصغير اللي هو سلمه له بنفسه في الجزء الاول. وبعدها بياخده جي لغرفة استعادة الذاكرة عشان يخلوه يفتكر ماضيه كله. لكن في الوقت ده سيرلينا كانت وصلت للوكالة لان محدش عارف شكلها، وبتطلب من الموظف انها عاوزة تشتغل عارضة ازياء وبتفرجوا على امكانياتها. فبيدوخ سكارد من جمالها وبيقع على وشه، وساعتها بقى سيرلينا بتهجم على كل اللي شغالين في الوكالة بأطرافها الطويلة جدا. واول ما بيسمع جي انذار الطوارئ بياخد كلوي وبيهربوا عن طريق قعدة الحمام. والمية يا صديقي بتاخدهم في نص الشارع ومنظرهم بيبقى عرة جدا. فبيركبوا العربية بسرعة وبيحاول جي انه يراجع الكاميرات بتاعة الوكالة، لكنه مش بيلاقي غير فرانكو قدامه على الشاشة، وبيعرف منه ان سيرلينا بتدور على كلوي لان هو الوحيد اللي عارف مكان قوة النور. وساعتها كلوي بيلاقي في جيبه صورة ليه لما كان عميل سري، وطبعا ده بيساعده يفتكر شوية حاجات من الماضي بتاعه. بس جي وقتها بيدور في السيستم على جهاز تاني بيرجع الذاكرة، وبيلاقي فعلا واحد عند الفضائي جينيس صاحب محل الساعات القديمة. فبيروحوا له هما الاتنين وبيطلب منه جي انه يجيب له الجهاز، لكن جينيس بيبقى فرحان جدا انه شاف كلوي وبيسأله لو لسه فاكره. فبيشبه عليه كلوي وبيقول له الدماغ البايظة دي مش غريبة عليا. وساعتها بقى جينيس بيستغل الفرصة عشان ياخد فلوس مقابل الجهاز. فبيضحك جي وبيحط المسدس على دماغه عشان يفرتكها، وطبعا جينيس بيعتذر له وبياخدهم هما الاتنين لمكان الجهاز. وفي الناحية التانية بتخرج سيرلينا الاشكال الضالة اللي كانوا محبوسين في الوكالة، وبتطلب منهم يقلبوا الدنيا على كلوي لحد ما يلاقوه ويجيبوه ليها. ولما بنرجع لجينيس بنلاقيه بدأ يستخدم الجهاز على كلوي، وبتحصل وقتها حاجات كتيرة جدا واخرهم ان كلوي بيترمى بره الجهاز. فبيفرح جينيس جدا انه قدر يرجع له الذاكرة، لكن فجأة بيطير له كلوي دماغه لانه فاشل وبيسيبهم وبيخرج من المكان. وساعتها بتظهر رجالة سيرلينا وبيمسكوا جي يعملوا معاه الجلاشة، وطبعا هو بيحاول يدافع عن نفسه لكنهم بيبقوا اقوى منه بكتير جدا. بس فجأة بيظهر كلوي وبيبدأ يهجم عليهم واحد ورا التاني، وبيقدر انه يكسر عظمهم كلهم وبينقذ زميله جي. وفي الوقت ده سيرلينا كانت معلقة دينر في سقف مكتبه، وبتطلب منه يتصل بكلوي ويخليه يرجع للوكالة حالا، لكنه بيرفض وبيهجم عليها وبيلمع جزمته في وشها. فبتديله سيرلينا رجل بتنيمه خالص وبترميه جنب اخواته. وفي الوقت ده جي بياخد كلوي للمطعم اللي فيه لورا، لكنها بتستقبلهم احلى استقبال في الدنيا. وبعد ما كسرت مناخير جي بيعرفها على زميله كلوي، وساعتها بياخدوا بالهم ان في صورة على الحيطة بتكمل صورة كلوي. ولما بيجمعوهم مع بعض بيوصلوا المفتاح مكتوب عليه رقم خزنة خاصة بكلوي. فبيقرر وقتها جي انه ياخد لورا لمكان امان لان اكيد سيرلينا هتطاردها، ومش بيلاقي امن من بيت الصراصير يخليها معاهم. فبتديله لورا واحدة مشبك قدامهم وبتطلب منه يخلي باله من نفسه. وبعدها بيتحرك جي وكلوي على مكان الخزنة، واول ما بيوصلوا بيفتحوها بيلاقوا جيش من الفضائيين عايشين جواها. والمفاجأة انهم بيرحبوا بكلوي وبيدوله الساعة بتاعته، وقبل ما يمشي بيدوله كمان بطاقة يستلم بيها شريط فيديو. فبيستغرب كلوي وبيروح للمحل اللي هيستلم منه الشريط وبيتفاجئ انه من 25 سنة. ولما بيتفرج على الفيديو بيفتكر الماضي وبيلاقي نفسه مع الأميرة وبيواجه سيرلينا. وبيعرفنا ان سيرلينا هددته انه يسلم الصندوق اللي فيه قوة النور، لكن وقتها كلوي بيفعل الصاروخ النووي عشان يخرج بره كوكبهم. وبيعرف سيرلينا ان اسورة قوة النور جوه الصاروخ ده ولو عاوزاها تتفضل تحصله. فبتتعصب جدا من اللي هو عمله وبتضرب النار على الأميرة وبتهرب بسرعة. وساعتها بنكتشف ان كلوي خدع سيرلينا والاسورة لسه موجودة معاه. والمفاجأة بقى لما بيعرف جي ان الاسورة مع الأميرة، لكنه مسح ذاكرتها عشان تفضل عايشة على كوكب الأرض ويحميها من شر سيرلينا. وبيتصدم جي جدا ان لورا اساسا تبقى هي الأميرة ولازم ينقذوها. وفي طريقهم ليها بيتصل بيها جي وبيسألها لو الاسورة اللي في ايديها مضيئة ولا لا. فبتتفاجئ لورا ان الاسورة فعلا بتشع نور لأول مرة. وطبعا الاتنين بيجروا على مكانها، لكن اول ما بيوصلوا بيكتشفوا ان سيرلينا خطفتها. فبيروحوا بسرعة شاهد كلوي القديمة عشان ياخدوا منها اسلحة يواجهوا بيها سيرلينا. وبيكون اساسا في ناس عايشة في الشقة دي ومش
ومش فاهمين هما بيعملوا ايه لحد دلوقتي. واول ما بيوصلوا لمبنى الوكالة بيلاقوا سيرلينا بتستقبلهم بالطلق الناري، لكنهم بيقدروا يعملوا خطة وبيبدأوا ينفذوها. وبيتحرك جي على مكان لورا عشان ينقذها، لكنه بيتخانق مع فضائي شكله غريب جدا. وبعد معركة كبيرة بينهم بيقدر انه يدمر كل اجزائه وبينقذ لورا. وكلوي وقتها بيضرب النار على الجهاز الآلي وبيقدر انه يدمره، لكنه بيلاقي سيرلينا في وشه وبتكتفه وبتعرفه انه وحشها جدا. وقبل ما تعمل معاه الجلاشة بيظهر جي وبيضربها بالليزر وبيقدر يحرر كلوي. بس وقتها بيعرفوا ان الاسوره اللي في ايد لورا قدامها 10 دقايق وتدمر الكوكب كله، وعشان كده بيتحركوا على مكان معين عشان يمنعوا الكارثه اللي هتحصل. بس فجاه بتظهر سيرلينا مره تانية عندهم وبتكون لسه عايشه وبتطاردهم، لكن جي وقتها بتجيله فكره جهنميه وبيقرر يسوق بدل كلوي. وساعتها بينزل بالمركبه في النفق بتاع القطر اللي فيه جيفري الفضائي، واول ما بيوصل له بيدوس فرامل بسرعه. وسيرلينا وقتها بتبقى وليمه شهيه جدا لجيفري، وبعد ما تخلصوا منها بياخدهم كلوي لمكان معين، وهناك بيعرف لورا ان هي قوه النور اللي بتدور عليها سيرلينا، وبيحكي لها انه مسح ذاكرتها عشان يخليها على الكوكب ويحميها من اي شر، لكنها دلوقتي لازم ترجع لكوكبها تاني وهو هيتصرف مع سيرلينا. واثناء كلامهم بتنزل فجاه سفينه فضائيه عشان ترجع الاميره لكوكبها، وطبعا لورا بتتصدم جدا ومش مصدقه اي حاجه من اللي بتحصل. لكن وقتها بتظهر سيرلينا بشكلها المخيف جدا وبتهجم عليهم، فبيشتبك معاها جي عقبال ما كلوي يركب الاميره السفينه. وساعتها بتضطر لورا انها تمشي فعلا، لكن جي بيبقى حزين جدا لانه كان بيحبها. وسيرلينا وقتها بتحاول انها تطاردها عشان تاخد قوتها منها وتدمر بيها الكون، بس جي وكلوي بيقدروا يخلصوا عليها نهائيا بالاسلحه بتاعتهم. واخيرا بينقذوا كوكب الارض من الكائنات الشريره اللي عاوزه تدمره. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص الجزء التاني من الفيلم الجامد ده، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصه الفيلم. ولو حابين نلخص الجزء التالت سيبولنا ايموجي الاسد مع تعليقاتكم الجميله. وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.